السلام عليكم الاخوان الاخوات، كي دايرين؟ نتمنى يلقاكم الفيديو ديالي بخير وعلى خير. كيف ما كتشوفوا غنديروا مسيمنات على شكل محينشات معمرين. غادي ندير الحشوه فيها البصله والفلفله الخضراء وشويه الخرقوم وشويه الملح. صافي البنات، ما غاديش ندير فيه لا لحم لا كفته لا حتى شي حاجه، يعني غنديرها بدون لحوم. غادي نشحر مزيان هاد الشيء وغنزيد فيها كيف ما غادي تشوفوا معايا. غنزيد فيها خيزو محكوك، تقريبا 3 د الخيزوات محكوكين، وغادي نزيد حتى القرعه. غادي ندير 2 قرعات حتى هما محكوكين في الحكاكه على شكل طوري هكا باش ما كيذوبوش. ايوا صافي، وغادي نحرك كلشي وغادي نضيف معاه شويه د الحار ضروري. ملحه قلت لكم والخرقوم وشويه د الحار صافي. وشويه د الصوجه الا عندكم، ما كانتش متوفره ماشي مشكل. وفي الاخير غادي تشوفوا شنو ملي نحيدها من فوق هذا الشعريه الصينيه حتى هي غنديرها في الماء، وفاش ترطب غنقطعها ونديرها معاه. هذه هي الحشوه ديالنا اللي هي ساهله، ما فيهاش اللحم كيف ما قلت لكم، وكتجي بنينه. فاش نحيدها غادي ندير صافي فاش طيب هنا درت معاها شويه الصوجه معلقه كبيره، ما عندكمش ماشي مشكل. وغندير معاها الحار فاش كيجيو هكا حارين زوينين. نديروا معاهم شويه الحار كيجيو بنانين. صافي هذه هي الحشوه ديالنا ساهله. وغادي نضيف معاها 3 د الفرماجات، انا درت غير وحده ودرت فرماج احمر. ما عندكمش فرماج احمر ديروا غير 3 د الفرماجات باش كيزيدوها شويه د البنه وشويه التعليكه. المهم اللي كان متوفر عندكم ديروه. صافي البنات، هنا غندوز للعجينه اللي فايت ليا عجنتها، حيت فايت ليا خدمت بها في هادو اللي حطيت لكم من قبل، الفيديو اللي حطيت لكم من قبل ديال المملحات راه فايت ليا عجنتها معكم، ولكن غنعاود لكم المقادير. عندي درت 4 د الكيسان ديال الفرص وواحد ديال القمح غربلته مزيان. هادشي اللي درت، ولكن راه شط ليا العجينه. نتوما الا درتو غير الحشوه قد ديالي غادي ديروا غير 3 د الكيسان ديال الفرص وواحد ديال القمح. صافي البنات، انا كنوريكم الزعتر، درت زعتر مطحون نضفتو في ديك الحشوه. صافي وغادي تعجنوا العجينه. شنو قلت لكم 3 د الكيسان ديال الفرص والرابع ديال القمح وشويه د الملحه ومعلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوه ومعلقه ديال سكر سنيده. وغادي نعجنوا بالماء دافئ، نعجنوا العجينه مزيان. صافي وغادي نخليوها في بلاصتيكه حتى كترتاح مزيان. صافي وغادي نخدم بها. فهمتوا البنات؟ هذه هي الطريقه باش يكون الفيديو طويل. العجينه معتمده، جاتني زوينه يعني. صافي واعتمدت عليها فاش كتجي رطب كتجي هكا مقرمشه. صافي هذا الشيء اللي كاين في العجينه، وخليتها في بلاصتيكه حتى ارتاحت. دابا غادي نقطعها، راني شفتو قطعتها. وهنايا درت واحد الزلافه فيها شويه الزيت ومعلقه كبيره ديال النشا او المايزينا. هي باش غادي نورق باش كتدير لهم ديك القرمشه زوينه، كيجيو مقرمشين بحال درتهم بالورقه. صافي وغادي نحط هذه على جنب. كيف ما قلت لكم البنات، هذه العجينه راه شاط ليا حيت ما كثرتش الحشوه، وحيت دايره 4 د الكيسان ديال الفرص وواحد ديال القمح. نتوما بغيتو تخرجوا غير القياس اللي خرجت ليا، ديروا غير 3 د الكيسان د الفرص وواحد ديال القمح. فهمتوني؟ الا كنتو غادي ديروا القياس اللي درت قد ما كثرتوا، المهم العجينه غادي تكثروا الحشوه، حيت راه الحشوه راه خصهم يكونوا عامرين شويه، ما يكونوش كناكلوا غير في العجينه. وهادشي اللي كاين. صافي راكم شفتوا الطريقه، يعني كنحلها كبيره كنورقها مزيان مزيان قد ما ورقتوا العجينه ديالكم حتى تبان لكم مورقه مزيان، قد ما كيجيو مقرمشين وزوينين. صافي غتسرحوها مزيان وغطويوها على شكل مسمنه، حيت هي كتجي طويله غادي نطويها على 3. الا درتو كويرات غير صغار راه غادي تطويو غير على 2 المهم ها نتوما طويت على 2 والثالثه هي اللي غادي تدير. صافي غنستمر بنفس الطريقه اللي هي ساهله. العجينه كتكون فاش تخليوها ترتاح كتكون زوينه وما كتقطعش، يعني كتسرحوها وكتسرح مزيان بلا ما كتقطع، هي خليوها ترتاح مزيان. صافي هنايا راه سرحتها مزيان. صافي كنطوي، غادي نعاود معكم باش تفهموا. هي راه ساهله. صافي غتجيبوها وتدهنوها، ما تنساوش تدهنوها بداك مايزينا والزيت اللي خلطنا، غير دهنه خفيفه هكا. وعاوتاني دهنوا فاش طويو. صافي وغتطويو المسمنه ديالكم هكا كيف ما كتلاحظوا في الصوره. صافي وغتحطوهم على جنب. عاد غنرجعوا ليهم حتى يطلقوا شويه، عاد نرجعوا ليهم عاوتاني نسرحوهم باش نديرو فيهم الحشوه. صافي كنجي الاول وحده حطيتها اللي هي طلقات مزيان ويعني ساهله تبدا تسرح. صافي غنسرحها مزيان مزيان. هنا راه كتكون مورقه وزوينه.
كتجي مرقه وكتجي مقرمشه. صافي هنايا راه غادي نسرحها على شكل طول، ندير فيها شويه الطول ماشي مربعه. المهم كنسرحها مزيان راه كتعطيني شكل طولي. صافي وغادي ندير الحشوه ديالي، راه بردات، راه الحشوه راه خليتها بردات، يعني واخا صبقت العجينه ولكن فاش درت الحشوه خليت العجينه كترتاح وحتى بردات الحشوه، فهمتوا؟ يعني باش ما كتجيكمش كتقطع لكم العجينه ولا شي حاجه، من الاحسن تجي تكون بارده. ونيت كيذوب فيها داك الفرماج وكتجي صافي كتزيدوا كديروا ديك الحشوه وكطوي بحال هاد الشكل هذا باش نديرو على شكل محينشات. بغيتو ديروا شي شكل اخرين المهم غير العجينه، اعتمدوا هاد العجينه. الا بغيتو ديروا اي شكل راه كديروه، بغيتو ديروهم غير مسمنات مربعين اللي بغيتو. صافي هنايا راه كلها مسمنه، غنخرج منها 3 ديال المحينشات. صافي كيف ما شفتوا الطريقه راها ساهله وزوينه. وكتلويوهم على شكل محينشه بحال هكا، كتبدلوا يعني كنبدلوا شويه المسمن العادي ولا المربع. صافي وكنسرحوا الطريقه نفس الطريقه غادي نكمل بها المحينشات ديالي. كما قلت لكم ضروري الحشوه تكون كثيره هكا باش ما تاكلوش غير في العجينه. صافي وكيجيو زوينين. بالنسبه للفران، الفران كتسخنوه من قبل مزيان كيكون سخون، ولكن فاش تبغيو ديروا الطاوه كتحاولوا تنقصوا العافيه، نقصوا العافيه عاد حطوا الطاوه ديالكم، حطوا الطاوه ديالكم وخليوها مساو ديك الطاوه حتى كتلقاوهم مقرمشين. راه فاش كيطيبوا على المهل هي اللي كيخليوهم مقرمشين، اما الا جهدتوا ليهم راه ما غاديش يتقرمشوا لكم من الداخل وطيب الحشوه وتقرمش لكم العجينه. الا جهدتوا ليهم راه غتبقى بين العجينه وبين الثنيه والثنيه راه غتبقى هكاك بيضه. ايوا نقصوا عليهم وخليهم على اتساع الحال يطيبوا. ايوا صافي اختي وهكا راه جاو زوينين كيف ما شفتوا. صافي هنايا بحال عاودت معكم، ولكن راني سرعت هنا الفيديو باش ما يجيش عليك باش ما يجيش طويل، ولكن واخا سرعته يعني يعني الطريقه راها باينه. صافي كتستمروا على هكا. صافي كتجمعوهم هنا من بعد ما درتهم في الطاوه. راه غندير واحد البيضه كامله ودهنتها غير بيضه ما درت معاها حتى حاجه، بيضه كامله. بغيتو دهنوهم غير بالزيت راه كيتحمروا، غير انايا دهنتهم بالبيضه باش كيعطيوني اللون داك اللون زوين. صافي خلطت بيضه كامله هنايا ودهنت بها ودرت رشيتهم بالزنجلان. الزنجلان كيكون عندنا دائما، بغيتو ديروا داكشي البافو ولا جنجلان بيض ولا شي حاجه ديروها. انا الجنجلان كيكون متوفر عندي زعما كاين في كل دار. كل وحده عندها شويه الجنجلان. صافي والفران راه قلت لكم الطريقه، من بعد ما كيطيبوا من التحت مزيان كتشعلوا عليهم الفوق. شفتوا كيفاش كيجيو مقرمشين مقرمشين رائعين. صافي هنا قدمت معاهم درت واحد الشوربه ديال الايلان. كنت طحنت هاد الايلان فاش درت سلو، قلت لكم راه كنطحنو كنديروا به الشوربه كيجي زوين وبنين. وشكرا على المتابعه ديالكم، نتمنى يعجبكم الفيديو، ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم. والى فيديو مقبل ان شاء الله. دمتم في رعايه الله والى اللقاء، وما تنسونيش من لايك.